ايه احلى بريك اخدته في حياتك؟ احلى صعب كله اكل ديليفري، وابعت لنا انت بقى نعمل بريك من عندك. انا شايف والله العظيم انا شايف كده بصراحه. راشين في البريك الحلال عندنا يبقى حلو. اوردر ب 400 ساندوتش مره واحده. اللهم صل على النبي، ده فرع ده. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كويسين. كنا بس حابين الاول نشوف كل واحد فيكم عارف ايه مثلا عن التاني. يعني مثلا حميده، انت لما شفت ايه حسيت ان هو شغال ايه؟ انا عرفت ان هو شغال ايه. احنا كنا عارفين، فالسؤال ده انا عارف خلاص، وعارف المسلسلات اصلا ما ركزتش في المخرج. بس اول ما عرفت المسلسلات خلاص عرفت خلاص ده مين اللي هو اوكي ريفو بقى وبتاع. شكله مخرج فعلا والله ما شاء الله، شكلي عادي. كاريزما حضرتك. فاهمك في وقار كده. ايه ممكن يكون اوحش رياكشن جالكم على شغلكم؟ اوحش رياكشن؟ طب رياكشن من مين؟ من الجمهور ولا رياكشن من شخص بنتعامل معاه؟ يا ده يا ده. انا ممكن اقول لك حاجه. انا مش رياكشن، بس انا اصلا مهندس معماري. واول لما ابتديت اشتغل جرافيك ديزاينر، وبعد كده اشتغلت في الاعلانات، وبعد كده مخرج اعلانات اند سو اون. ابويا فضل كتير قوي هو مش معتاد، يعني يجي يعرفني على حد. انا مثلا بقالي 10 سنين ما اشتغلتش في الهندسه. ابني المهندس يحيى هو مش معترف باي حاجه انا عملتها، لحد ما في مره بما ان احنا بنتكلم على الفاينانسز عملت كده شغلانه كبيره في الاعلانات، وجبت عربيه مرسيدس. فحسيت ان اول مره هو حس ان لا، الواد ده باين عليه بيشتغل بجد، يعني شكله يعني مش ال10 سنين اللي فاتوا ما كانش بيلعب، باين عليه بيعمل حاجه. فمن ساعتها ابتدى يعترف غالبا باللي انا بعمله. مش عارف والله، اصل انا ما بركزش قوي في الرياكشنز، وفي نفس الوقت انا يعني بحس ان انا الرياكشنات ممكن تبقى وحشه. ممكن تقول سالني كم مره كان الرياكشن بتاعك انت اللي وحش؟ كام مره؟ ايوه. انا يمكن عشان ايه شخص مودي شويه، وبالمناسبه انا مهندس انا كمان برضه والله. مهندسين رول يا جماعه، بيروحوا في حته ثانيه خالص. فانا غصب عني ساعات بقى مثلا تيجي تقابلني في مره، ايه ده حميده ده ألذ حد في الدنيا. تيجي تقابلني مره انا دماغي فيها حاجات، فتلاقي رياكشن منيل ب60 نيله. فانا بقى معترف ان انا عندي الفيرست امبريشن عني الناس بتاخد رياكشن وحش، مش انا اللي باخد رياكشن وحش. بس بالتالي كفود بلوجر ممكن تقابل ناس كتيره مش فاهمه شغلانتك او عندها شغلانه اللي ملوش شغلانه. فحاولت اعمل لنفسي شغلانه. رياكشن وحش. هو بياكل عيش. بياكل عيش بجد بقى. ايه اغرب مكان انتوا صورتوا فيه؟ اغرب مكان؟ لا احنا طبعا بالنسبه لتصوير المسلسلات وكده بنعمل لوكيشن سكاوتنج وبتاع. ممكن بقى تروح اي حاجه، يعني في المسلسل اللي انا شغال عليه بندور على مقابر، فبروح سكاوتنج لمقابر. في زينهم طبعا. احنا المشرحه احنا عملناها ديكور، بس كنا مره في مستشفى وقالوا لنا في مشرحه هنا فتعالوا ننزل نشوفها. بس انا لما شفت الصور بتاعتها حسيتها يعني بالنسبه لي ما فيهاش اي حاجه جماليه او اي حاجه هستفيد منها في ديكور المسلسل، فقلت هتبقى حاجه كئيبه وخلاص. فقلت لهم لا يا جماعه انا مش عايز انزل. بس كان في ناس معانا قالوا طب احنا هننزل نفهم منهم طريقه الشغل بتمشي ازاي، والجثث بتروح، يعني يفهموا الورك فلو بتاع الجثث عشان لما نشتغل على ذهنهم. طبعا كانت قصته كلها في مشرحه نبقى فاهمين. ليه؟ انا فود بلوجر بصور اماكن ممكن نروحها الناس عادي. لا هو يمكن لما بسافر بره، يعني مثلا لما مثلا طلعت بالي، هو ما كانش اغرب مكان. هو كان بالنسبه لي اللي هو ازاي في مكان حلو كده. اوكي تمام. ده اللي هو غريب قد ايه هو حلو. هو غريب من كتر ما هو حلو. فمثلا انا متعود اكل سوشي في مصر، تمام، ففي ليفل معين. فانا حتى كنت ساعتها نزلت الستوري بتاعت فيلادلفيا بالي دي. هو مكان غريب، انت مجرد ما بتفتح انت بتلاقي رسمه قدامك غرقانه حاجات خطيره. حتى لما نزلت الستوري ديت ابتدت الناس بقى اللي هو لا انت لازم تعمل مطعم بيعمل السوشي ده. فده كان اغرب مكان بالنسبه لي، يعني كراجل بتاع فود يعني. انما ما اروحش مشرحه. صعب قوي الموضوع. لا المشرحه دي صعبه يعني. الاسئله دي صعبه برضه. عمال ابص له يمكن يقول حاجه. ايه اغرب مكان رحناه؟ سنس ان او طبيعه الشغل ذات نفسها عايمه قوي كده، ازاي بتعرفوا تحكموها وبتعرفوا تتعاملوا في حياتكم بقى بره الشغل؟ انا طبعا عندي مشكله رهيبه في ان انا اخد مواعيد. يعني مثلا ماما عشان دايما هي لو عايز مثلا هنعمل مشوار، فهي عايز تعرف قبليها بشهر، فانا اللي هو قبليها بيوم كلميني وربنا يسهل. بس في ميزه برضو ان انت ممكن يجيلك اسبوعين تقعد في البيت او تسافر، او فانت بالنسبه لطريقه شغل يعني هتشتغل فيري هارد وورك لمده
3 شهور ممكن ما بتنامش، ممكن حاجات لحد 7 الصبح و6 الصبح، بس ممكن يبقى عندك شهر مثلا قاعد ما بتعملش حاجه. وبالنسبه لي في جميع الاحوال هو احسن من ان انا ابقى كل يوم بنزل الساعه 9 وامشي الساعه 5 مع الاعتذار كل الناس بتشتغل في البنك. احنا كده غلط. المكان الغلط خالص. عمال في المكان الصح جدا. ايوه بتكلم معاكم انتوا الفريلانسرز، انتوا فاهمين الحته دي. طيب انا بالنسبه لي انا اصلا يعني ايه، اعتقد كمال هو اكتر واحد عارف انا سيء في المواعيد اساسا. يعني انا اصلا في شغلي في هندسه انا قررت اهرب منه ان انا ابقى فريلانسر عشان ابقى انا المتحكم في المواعيد. اوكي. فانا قعدت سنين، في 4 سنين في حياتي بشتغل في هندسه، عمري ما رحت في ميعادي. فاكتشفت ان انا ما ينفعش يبقى ليا ميعاد. فدي جت بقى مظبوطه قوي ليا، ان انا اشتغل شغلانه انا اللي احط لها المواعيد المناسبه ليا، وان انا اللي اقرر هنزل اشتغل امتى، هنزل ابوست امتى، هنزل اعمل الحاجات دي كلها امتى. بس هي محتاجه بقى حته الالتزام بقى، ان انت لازم تحط نفسك، احنا بنشتغل بتارجت مش بمواعيد. بس ساعات بتلاقي نفسك بتشتغل اكتر بكتير. انا فاكر في مره ركزت كده لقيت ان انا بقالي 5 سنين ما خدتش اجازه. انا بسافر وبروح وبسافر مع عيالي وبتاع، بس انا مسافر وشغال على حاجه، عندي زوم كول مش عارف ايه، ما خدتش اجازه. اللي هو لا يا جماعه انا مش افيلبل. صح. وانا بحسها اصلا هي مضره اكتر للناس اللي معاك. لو انتوا في ريليشن شيبس او علاقات، ازاي هم الناس اللي معاكم دول بيبصوا لشغلكم، او ازاي بيتعاملوا مع طبيعه شغلكم؟ حلو ده عشان لسه متجوز اساسا. الف مبروك. متجوز من زمان. انا ممكن احكي التجربه الجديده وهو يحكي التجربه القديمه. انا بالنسبه لي بما ان انا شخص لسه متجوز ما بقاليش 3 شهور يعني، هي اللي قدامك لازم يفهم طبيعه ده عشان يعرف يتعامل معاه. فهتلاقي ان انت زي ما انت ما بتشتغلش عادي ما بتنبسطش عادي برضه. يعني زي ما انت ملخبط الدنيا، بس يوم ما بتحط وقت بتعمل حاجه كويسه قوي. يوم ما بتقرر تسافر لا بسافر كويس، بس يوم ما بشتغل ملخبط الدنيا. بس حته ان انت اللي قدامك بقى هو اللي عنده الاستيعاب ان هو يعليك يا يوطيك، يعني يا يبتدي يكلمك في مواعيد ويكلمك في بتاع، فتحس ان انت بقيت مقيد في حياتك، يا اما يسيبك فري علشان تعرف اصلا تابجريد الحياه ديت لحياه احسن. فانا بحسها معتمده على الناس اللي حواليك، هم مدى تقبلهم لده، فانت بتعرفهم ده. يعني انت قبل ما تخش، انا شغلي مش زي اي شغل. انا مش بوصل البيت الساعه 5، انا مش مثلا بتغدى الساعه 6، انا ما اعرفش انا بتغدى امتى، ما اعرفش انا بفطر امتى، ما بعرفش انا بصحى امتى، وما اعرفش انا بنام امتى. تمام. فما ساعتها بقى نشوف تمام ولا هو تمام يعني لحد دلوقتي. فانت في خلال 3 شهور تمام يعني. ايوه منهم شهر عسل. فانا مش فاهم برضو هو تمام ولا ده استحمال. يعني هي مستحمله ولا هي متماشيه مع الموضوع. طبعا هو بيقول 3 شهور، فانا بالنسبه لي ده لسه بدري قوي. انا ما تعرفش قايم حاجه في 3 شهور. انا متجوز من كام 17 18 سنه حاجه كده. بس يعني بمناسبه الفريلانسنج، اللحظه اللي انا قررت فيها ان انا هسيب شغلي، كنت بشتغل في شركه ادفيرتايزنج، اللحظه اللي قررت ان انا هسيب الشغل وهشوف بقى اي ويل اكسبلور، كانت مراتي حامل وابني هيتولد وبنتي الكبيره هتخش المدرسه. فانا كان عندي هبدا رحله فلوس المدارس، وهبدا رحله ان في طفل بيتولد، وهسيب شغلي. واعتقد ده اكتر وقت الناس بتقول لك انا ما عرفتش اغير الكارير بتاعي عشان بالزبط. كان معايا كم المسؤوليات دي. بالظبط. ما انا حسيت ان انا يعني لما اتجوزت ما كنتش مبسوط قوي في الشغل، او حاسس ان في حاجه خانقاني مش عارف ايه. بس فضلت بقى اللي هو لا بقى انت لسه متجوز واستحمل واثبت شويه وبتاع، لحد بقى ما خلاص يعني كان بنتي مش فاكر 5 تقريبا 5 وابني بيتولد. فقلت لا خلاص انا هحوش فلوس تكفيني 6 شهور واشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. وبعد كده الدنيا مشيت الحمد لله. بيتهيألي اصلا حاجه مهمه قوي ان انا بحس عموما احساس ان انت ما بتاخدش فلوس معينه كل شهر، رغم ان انت ممكن تتحط في مواقف صعبه، بس بشكل عام هو احساس احلى بكتير، وكأنه بيعلمك ان انت تثق في ربنا، ان هو بتعدي عليك اوقات. بصي اقول لمراتي هتصرفي انت على البيت الشهرين دول او الشهر ده او مش عارف ايه، بس بيجي اوقات تانية بيخش لك مبالغ كويسه، فبتعرف ان هي بتعدي. يعني الخوف الرهيب من ايه ده، انا ممكن في شهر ما اصرفش على البيت، حصلت وعدت.
فيعني الفير ده بيروح بعد شويه، تحس ان الدنيا ماشيه يعني. انا بعتبر نفسي انا بدات من مفيش، فلما ما بيبقاش معاك حاجه تخسرها فما بتخافش تخسر حاجه اصلا. ما انا هخسر ايه يعني؟ مثلا انا راجل موظف بقبض 4000 جنيه، لو اشتغلت الشغل التاني لو قبضت 1000 فرقت، ما هي كده بايظه يعني فاهمني. فانا ما لقيتش الرياكشن اللي يصد قوي، لان الموضوع ما كانش ماشي سلس قوي يعني. يعني ما كنتش مثلا عارف يعني، مثلا هو اصعب مني كتير لان هو كان في كارير وكان وصل فيه لحته كويسه، بعد كده قرر ان بدل مثلا ما بيدخل له اكس في الشهر هو هيتخلى عن الاكس دي لمده 6 شهور يبيلد فيها. انا اصلا كان بيدخل لي 0 اكس يعتبر، كنت باخد لسه مصروف فاهم. فكان بالنسبه لي ان انا بشيل من عليهم. يعني لو اروح اشتغل شغلانه ثانيه يمكن تبقى احسن. فانا كان اهلي المطاعم بتقول ايه؟ كان اهلي مش متمسكين قوي، وانا كمان كان عندي شغف بتاع الطبخ ده من زمان قوي، هم عارفين ده. فانا حسيت نفسي ان انا ممكن ابقى شاطر في المجال ده، فعملته الاثنين. يعني انا كنت بصور وفي نفس الوقت شغال في هندسه. بس طبعا اول ما ابتديت ايه بقى يعني، خليني صريح، انت اول ما ابتديت تشوف الفلوس الناحيه الثانيه انت كرهت هندسه اساسا. ايوه يعني فاهم اللي هو انا 4000 جنيه ده بنزل اعملهم بقى. بس انا اكشلي بقى عندي تجربه عكس الفلوس. يعني فكره ان انا اسيب دي عملتها مرتين. يعني في مره اللي هو سبت الادفرتايزنج ايجنسي وابتديت يا جماعه انا مخرج، طب انت عملت ايه قبل كده؟ ما عملتش حاجه، بس هو انا حاسس ان انا مخرج. والدنيا مشيت وقعدت حوالي 10 سنين تقريبا بخرج اعلانات. وبعد كده بقى عملت العكس اللي هو لا انا مش عايز الاعلانات، رغم ان انا كنت بقيت استابلش جدا وباخد فلوس كتيره، وهقعد سنه في البيت وهخلص كل السيفنجز بتاعتي وهعمل مسلسلات اللي هي باخد فلوس اقل من الاعلانات بكتير، بس انا مش قادر ارجع للاعلانات. دي برضو كانت تجربة بالعكس، يعني انا ما شفتش فلوس اكتر، بالعكس شفت فلوس اقل. بس بالنسبة لي لا، في حاجة مور يعني مبسوط ان انا بشتغل على كاركترز وبشتغل على موتيفز وقصص بني ادمين اكتر بكتير من ان انا بشتغل على علبة زبادي او شوكولاتايه او ايا كان اللي بنعمله في الاعلان. علبة الزبادي مش ريفرنس ليا يعني، ريفرنس الاعلانات يعني ماشي. علبة الزبادي بتاعته هو، انا ما عملتش على علبة الزبادي. انا حاسس بس بالذنب ان انا قلت علبة زبادي وهو فود. انا بتاع زبادي. انا مهتم بالبني ادمين اكتر من الزبادي يعني عموما، انا شخصيا. لا انا مهتم يعني بالزبادي اكتر. ايه مثلا الاعلان او الفيديو اللي انتوا عملتوهم وحسيتوا ان لا انا لقيت نفسي في اللي انا بعمله ده، او انا حاسس ان انا وصلت؟ هو انا يمكن اصلا انا بدات سوشيال ميديا مثلا خالص، انا اصلا ما بداتش عشان فلوس، انا ما اعرفش اصلا ان فيها فلوس. انا بدات طبخ اصلا، فهو الطبخ ده هيجي لي فلوس منه في ايه؟ انا بطبخ في البيت ومصطفى بيصورني وبننزل فيديوز. بعد كده احنا اصلا بقينا بنصرف ايه؟ بقينا بنصرف من فلوسنا. فانت اصلا بتقبض كام عشان تصرف على الاكل؟ انت عشان تعمل الاكله انت هتصرف مثلا 600 700 جنيه وانت مرتبك 4000 جنيه في الشهر. يعني انت عملت 4 اكلات في الشهر الدنيا باظت معاك. فاهم؟ مش هتعرف تعمل 5. والله ايوه بالظبط. هي دي كانت يمكن المرحله الطف شويه، ان انت بقيت بتاخد فلوس الشغل اللي انت بتشتغله عشان تشتغل شغل تاني اصلا ما بيجيبش فلوس. الطريق بتاع السوشيال ميديا ده ما جاش معايا باي غرض انا اصلا كنت رايح له. بعد كده اتحول بقى اللي هو ابتدى فعلا بقيت تفهم انت ايه، يعني ايه ليك قيمه في السوق، يعني ايه انت بتساعد ناس او بتبسط ناس او اصلا بتخلي الناس تنبسط لما تيجي، فانت بتاخد مقابل ده حاجه. فهي مع البدايه احنا كنا زيرو بادجت بكونتنت على قد البادجت بالظبط. يعني معاك 400 جنيه اعمل اكله ب 400 جنيه، معاك 1000 جنيه اعمل اكله ب 1000 جنيه. انما ما معكش ما تنزلش فيديوهات الاسبوع ده. لا اللي انت بتقول عليه في السؤال ده حصل معايا بالظبط في مرحله ان انا هتنقل بقى من ان انا بعمل اعلانات لان انا مش عارف انا هعمل ايه. يعني هي ما كانتش خطه ان انا هبطل اعلانات واعمل مسلسلات، انا كنت متاكد ان انا مش قادر على عالم الاعلانات. فحد معدي يقول لك كلمه في 5 دقائق تقعد بقى خليك انت 3 ايام بتلف تفكر طب انا عملت ايه، طب انا هريسك بنفسي، طب عيالي، طب مش، او تقعد في قاعده. انا برضو يعني في مرحله سنيه انا 43، فممكن ابقى قاعد في قاعده بقى فمش عارف مين احنا فتحنا شركه ومين شاركنا والتاني احنا مش عارف انا بدفع قسط الفيلا اللي فين وانا قاعد بقى انا اصلا ايه سايب شغلي بقالي 6 شهور هو انا اللي انا عملته ده طب ايه. فبالنسبه لي طبعا لما جت المكالمه بتاعت
ريفو. فلما ابتدى ريفو يخش في فكره الخطوات الجاده، ده طبعا كان تاكيد من يعني ممكن الواحد يعتبرها تاكيد من ربنا، يعني ان تمام انت متشال، يعني عادي نط في البحر شوف انت عايز تعمل ايه واللي انت عايز تعمله هيظهر لك. يعني قلت ايه لحماك وانت رايح تتقدم؟ ايه ده قلت عن شغلك يعني. اصل انا ايه، انا الموضوع كان معايا بروسس. انا كنت معاها وانا مهندس، وكنت معاها وانا فريلانسر، وكنت معاها وانا فاتح مطعم. اوكي. فانا ما عرفتش اقول له ايه اصلا، يعني هو انا انهي واحد فيهم. بس يعني هي حته الصعبه ان انت تتكلم ان انت فريلانسر، وانا كنت شايل هم الموضوع ده على فكره. ان انت هتروح تقول ايه، هو انا يا جماعه شغال ايه، سوشيال ميديا، فتحس ان هي دي شغلانه. ساعتها بقى تعترف بالكومنتات بقى، دي شغلانه اللي ملوش شغلانه. ممكن يترد عليك بقى من حماك بقى الاجابه دي. ايوه يا ابني، اللي هو بتاكل يعني، بتعمل ايه يعني، بتاكل وده بيجيب فلوس ولا والله العظيم. بس انا اتجوزت وانا عندي مطاعم يعني. فالحمد لله السؤال ده يعني. فالدنيا كانت بتعمل ايه، فاتح مطاعم. ما بقولش ان انا برضه انا مش فاكر انا اول مره اقابل حمايه كان امتى، مش فاكر، بس يعني كنت شغال، يا اما ساعتها كنت مهندس شغال في انتيريور ديزاين، او كنت بدات مرحله ان انا شغال جرافيك ديزاينر في شركه دعايه واعلان. فكنت شغال، بس هما برضو يعني مراتي واهلها عدوا معايا بكل المراحل، اللي هو مهندس وبعد كده جرافيك ديزاينر، بعد كده كرييتيف دايركتور، بعد كده لا انا هسيب واخرج اعلانات، بعد كده لا انا هسيب واخرج دراما، وفي النص بدرس حاجات ليها علاقه بالسايكولوجي. فيعني كل المراحل والقصه كلها، كل المراحل عدينا عليها. طب هل فوتوا اي ايفنت مهم في لحد مثلا من قرايبكم عشان كنتوا مسؤولين في الشغل؟ اعتقد ان انا بقالي 3 سنين ما حضرتش ايفنتات اساسا، والله العظيم الدنيا بايظه خالص. انا كان بقالي 2 سنين ما اكلتش في البيت، مش ايفنت اساسا يعني. والله يعني انت بقالك 2 سنين ما اكلتش في البيت اساسا. انا امي لما كنت اقعد معاهم على السفره قول لي حاسه ان احنا بقينا اسره تاني. هي ساعات بتبقى حاجه ظريفه ان انت تهرب من الايفنتس، يعني تفوت بقى افراح عزا مش عارف ايه الحاجات دي. انا برضو يعني شخص مش اجتماعي قوي، فانا تمام، فلو انا عندي شغل يعني هبقى مبسوط. طب اما جيتوا تسافروا وانتوا لسه في اول مشوار الفريلانسنج، يعني عملتوا ايه في ورقه الاتش ار؟ ايه ورقه الاتش ار دي؟ هتطلب مننا كده؟ انا كنت يعني بجيبها مضروبه. كلم شركه واحد صاحبي، اي واحد صاحبي عنده شركه اعمل لي يا عم اتش ار ليتر ان انا شغال عنده. ولسه قريب حتى يعني كنت بعمل، بلاش اقول فين، بس يعني بعمل ورق ما. طيب يا جماعه، طب انا مخرج وعندي كارنيه نقابه وكل حاجه، فلا بص يعني الراجل الموظف اقترح عليا، قال لي بص هتخش في بروسس طويله قوي، فانت هاتها من اي حد برضه. هو اللي اعترف لك يعني. فعملتها تاني برضه. بروجكت كنت اشتغلتوا عليه كان عاجبكم، بس الكلاينت اللي انتوا بتتعاملوا معاه كان واقف في زوركم ده على طول. ده هي عمره ما عجبه اساسا، والله العظيم. يعني انا عمري ما شفت كلاينت عجبه الشغل قوي، ولو عجبه قوي تلاقيه الشغل ما يجيبش حاجه. لا انا عمال افكر في حاجات ما تتحكيش، او يعني ما هحس لو قلتها بشكل عام هتتعرف، بس يعني ربنا بيسامح. اغرب وقت كلاينت كلمكم فيه؟ انا بتغاظ قوي من المكالمات ده، اللي هو ايه، ان حد معتبرك صايع، اللي هو مثلا تلاقي مكالمه الساعه 12 ايوه يا راي انت فاضي كمان 4 ايام نصور؟ انت مين يا ابني واصور معاك ليه؟ وعامه بعمل تليفوني ايربلين مود لازم قبل ما انام. وقعدت فتره كتيره جدا لما كنت في الاعلانات وعندي شغل كتير، كان معروف ان انا بعد 7 ما بردش. طب في ناس بقى هتزعل، في شغلانات هتضيع مني، تمام انا قابل بالحاجات اللي بتضيع مني، بس انا من 7 ما بردش. واتعلمت الموضوع ده بقى وانا بره بشتغل في دبي. كان عندنا مشاكل لا نهائيه، بس انت كده ولا كده من 7 يعني احنا بقى يعني كنا مصريين ولبنانيين وبنعمل برودكشن هناك، مفيش اصلا حد نتعامل مع. احنا بقى مصريين ولبنانيين عايزين نكمل شغل، عندنا مصيبه مفيش حد بيرد علينا، فاحنا عندنا مصيبه رهيبه، بس احنا خارجين بالليل لان مفيش حاجه نعملها. فقلت والله طب ما دي على الاقل عارفين ان احنا هنرجع نتخانق 9 الصبح، بس على الاقل تفصل. فكره ان احنا في مصر ما عندناش الفصلان ده، فقعدت فتره كبيره انا بعمله. انا من 7 يا جماعه بفصل، وبقى شوفوا انتوا هتعملوا ايه، اشوف مين هيرد عليك. طب وانت يا حماد؟
انا بالنسبه لي 12 بالليل ديت، هو انا العكس بقى، لو حد كلمني 12 الصبح دي بالنسبه لي غريبه. تكلمني الصبح ليه؟ انا شغلانتي كلها بالليل. فانت يعني في حد هيبقى عنده مشكله الصبح كده. بس انا اغرب حد كلمني لما انا كنت مصور حاجه من سنه ونص، وراح كلمني قال لي بقول لك ايه، عايزين بقى ننزل انستجرام. انت مين؟ والله قلت له انا شكلي اتغير وكل حاجه اتغيرت في حياتي، والبيج شكلها اتغير والتصوير اختلف وكل حاجه. انا لو عملت ده دلوقتي ازاي؟ قال لي لا احنا كنا متفقين. يعني ايه انا ما كنا متفقين؟ طب ما تفتكر من سنه ونص جاي تفتكر دلوقتي احنا كنا متفقين. بس طبعا فانا بقى ساعتها خسرنا الكلاينت برضه. الحمد لله. هتلاقوا قدامكم دلوقتي اللعبه بتاعت قول مين. ده كل واحد واحده ولا نفتح واحده؟ هي اللي في ايدك دي. اوكي. دلوقتي اللعبه دي مقسومه حاجتين، مقسومه قول اعمل هتلاقيه الكارت الاحمر، وقول ده الكارت الازرق. قول ايه الحاجه اللي لو غيرتها في نفسك هتشتغل احسن؟ السؤال ده حلو جدا. محتاج تشتغل عليه. والله انا يعني بقالي فتره كده في كونفليكت، ان انا حاسس ان انا محتاج ابقى يعني شخص ممكن ايه شرير شويه، او يعني ابقى ايه المخرج اللي هو ممكن لا مش عاجبني فركشه اليوم. حاسس ان في احيانا بيبقى هو ده القرار الصح، بس انت شخص بتحسبها قوي وبتبقى طب ده في انتاج مؤجر المكان، طب ده في ممثلين. عايز تبقى شرير ولا مش عايز تبقى شرير؟ لا عايز ابقى، يعني هي ممكن الناس تشوفها شرير، بس هو احيانا بيبقى ده القرار الصح، او الناس بتيجي عليك لما تبقى عارفه ان لا ايا كان هو هيحلها وهو هيتصرف، فبيفضلوا كده يضغطوا عليك. فغالبا محتاج اتخلص من الطيبه اللي جواك. في حته طيبه كده، يعني في مواقف مش محتاجه ده. هل عمرك قلت الشمس بتروح مني؟ طبعا. ليه اول امبارح مصطفى يا جماعه الديكور مش جاهز والشمس بتروح، يعني ايه؟ ايه اكبر قيود بتواجهك في شغلانتك؟ لا حاسس مفيش قيود قوي، بس في الاخر انت بتشتغل في صناعه، فعندك بادجت، عندك عدد ايام تصوير انت ملتزم بيها. هي دي برضو حاجه انت كانك بتجوز الفن او الكرياتيفيتي، اللي هو حد قاعد بيعمل اللي هو عايزه بحاجه واقعيه جدا، بفلوس، ببادجتس، باتفاقات، بممثلين. ففي قيود، بس يعني حاسس ان هي يعني هو ده هو العالم شغال كده، هنعمل ايه يعني؟ لو نفسك تخلص من قيد واحد بس، عدد ايام التصوير. تفتح معايا او يعني لا بس لعلمك برضو الحاجه لما بتبقى مفتوحه قوي بتبقى يعني مش عارف، هنقعد بقى نصور النمله وهي ماشيه بقى كده، هتروح بقى يعني بس يعني يبقى الدنيا فليكسبل شويه، لان طبعا بما ان احنا بنتكلم في الفاينانسز، فالجنيه والدولار فاحنا رايحين في منطقه يعني بما الناس دلوقتي كلها بتتكلم على اولاد رزق وعدد العربيات اللي اتقلبت وبتاع. انا عندي عربيه بقول عايز تتكسر، فجي الانتاج ممكن يا استاذ بس يكسروا الازاز والمرايه بلاش الصاج. فيعني نخش في مناقشات كده عشان احنا بقينا في منطقه يعني ربنا ان شاء الله يطلعنا منها قريب. قول احكي لنا عن موقف حد حاول يلبسك في بروجكت. هو انا ليه كل حياتي مواقف؟ ما ليه ما تسالنيش تغير في نفسك وايه الحاجه اللي فين الاسئله؟ انا ما بفتكرش مواقف اساسا. ايه اكتر اغنيه بتعبر عن شغلانتك؟ اسئله صعبه. اكيد في اغاني فيها اكل، بس انا مش للدرجه يعني، انا مش قاعد على حله فته العنب مثلا. ايه اوحش نصيحه ليها علاقه بالشغل اتقالت لك؟ حلو ده. ايه كانت اوحش نصيحه اتقالت لي في الشغل اللي هو ايه، حاول انك تنتقي. وكانت نصيحه عشوائيه جدا. انتقي ايه؟ انا ولا الشغل ولا مين ولا الكونتنت ولا الجمهور ولا انت ومشي. فانا كانت دي اوحش نصيحه، لان قعدت افكر فيها اسبوع وما وصلتش لاجابه، فقررت ان انا مش هنتقي. طب عايز واحده اعمل؟ ادينا واحده اعمل بقى طالما اقول بايظه خالص كده. شيل اعمل بقى، حط هات واحده اقول بقى. عايز تعرف ده هي ايه؟ يعني ممكن اعرف بس. قلد رقصه على تيك توك. لا ده انا فاشل، ده انا ما رقصتش في فرحي. طيب تعال نشوف واحده اعمل تاني. لو كده انا قلت لك اعمل دي، اتصل برقم غريب وسمعوا اغنيه هاتوا الفلوس اللي عليكم. اكيد في كلاينتس كتير. كان الراجل اللي عليه فلوس اتصل بكمال. هات الفلوس اللي عليكم يا كمال. خلينا في قول.
خلينا بوظنا الفقره. بص في واحده اقول وسط كروت اعمل. طب ما ممكن تبقى دي فيها بركه. تبقى هي دي. مين اكتر كلاينت اتبسطت بالشغل معاه وليه؟ انا بقى انا شغلانتي دي فيها ميزه بقى، وميزه حلوه كمان، ان انت معظم الكلاينتس اللي انت بتتعامل معاهم هم بيبقوا اصحاب الاماكن اساسا. فانا كحميده كان عندي مشكله فظيعه ان انا بقعد بعد ما اخلص مثلا تصوير ممكن اقعد مع الكلاينت ده 3 ساعات مثلا بنتكلم، يعني بيحكي لي قصته وبتاع، يلا نمشي يا احمد خلاص خلصنا ساعتين تصوير خلاص يلا نمشي. انا بقى 90% من الكلاينتس هم اصحابي، يعني الحمد لله ديت انا بعتبرها ميزه، ان انا حتى ليا دلال شويه، يعني حتى اصحابي يحبوا يخرجوا معايا قوي عشان هنخش مع حميده، حتى لو الاكل بتاع المطعم ده وحش يبقى حلو. بالظبط. فهي بتبقى الموضوع لطيف يعني. بس ما فيش حد معين حسيت ان هو ده هو ده ازاي يعني؟ هو ده اختيار عروسه ده. هو ده انت بتاعي من النهارده. نخش بقى على واحده اعمل. يلا عشان برضه ما تبقى اقول عشان نعمل ما يزعلش. ماشي اتفضل. قالت لنا الكلاينت لما يفاصل في الفلوس. اوكي طيب بص، هو في مجموعه اكسبريشنز كده انا بكرهها، ان دايما البروديوسر، يعني انا بالنسبه لي البروديوسر هو اللي بيكلمني على الشغل، فايا كان هيقنعك ان ده اول مره تعمله عشان هو يفاصل. فمثلا انت بتخرج اعلانات بس انت اول مره تخرج دراما، فمعلش المره دي هنعملها مش عارف، فتخرج دراما، فيبقى بس انت عملت مسلسل 10 حلقات بس انت اول مره تعمل 30، فمعلش هننزل الفلوس شويه. واوحش حاجه اللي هو ايه، طب ما احنا هنشتغل مع بعض كتير. في برضه هعوضها لك المره الجايه، وفي طب ما تدخل الفلوس اللي باقيه لك في الشغلانه دي في داون بيمنت الشغلانه الجايه، في برضه الحاجات دي. انت محتاج تعمل له اكسلايه بقى عشان تعرف تشتغل معاه بعد كده. خد بقى اعمل لنا واحده يعني. اوكي طيب هسألك واحدة. اعمل بقى، اسألني واحدة اعمل. اوكي. قلد رياكشن اوفا في الاعلان لما ما حدش بيعمل له حساب. بص انا عارف ان حضرتك مخرج وكل حاجه، بس انا كحميده اعتقد ان انا فاشل في التمثيل شويه. انا مبسوط جدا ان انت اعترفت بده. يعني نفسي اقابل حد، كل الناس اللي بقابله انا بعرف امثل. على فكره يمكن ده يكون طريقي للتمثيل، ان انا عشان اتعلم اكتر وبتاع. فانت رياكشناتي بايظه شويه، بس عندي واد صغير كده اخي الصغير مصطفى ده عفريت. فانا اجيبه لك ويجي هو يعمل رياكشن اوفا، هو شبه اوفا اساسا. يلا بينا. تمام، ومحدش بيعمل له حساب فعلا. فاحنا النهارده بقى هنشوف الموضوع ده بجد. يلا بينا. يلا بقى نشوف الصاصه. فاهو مصطفى. تمام. مصطفى يعني ظهر فجأة سبحان الله. بص يا مصطفى، انا الراجل دوت مخرج، وانا قلت دي فرصه حلوه كويسه بالنسبه لك ان انت بالظبط. بس انا اول ما قلت كده لقيت ان ما حدش من القاعدين دول كلهم للاسف بيعمل لك حساب. انا مش مهتم خالص ان انت تمثل معايا يا مصطفى، ولا واحد منهم. ما حدش بيعمل لك حساب. مصطفى خلاص، ما حدش بيعمل لك حساب خلاص. قوم بقى مصطفى خلاص، عشان انت كده الدنيا بايظه معاك خالص بقى. ما هو انا حاولت والله، بس مش جايه معاه خالص، لان هو طيب. لو بس هو شبه اوفا شغال معاكم كويس، انت معانا احنا تمام. انت ما قلتوش خالص. نعملها حلو يعني، نبقى نجربه في دور اكبر ان شاء الله. ماشي. ما هو ما كانش الدور فيه كلام فعلا، ما كانش عارف يعمل حاجه. قدراته ما بانتش. زي ما انتوا بداتوا، في ناس دلوقتي لسه يعني نفسها تاخد الخطوه دي وتبتدي، حابين تقولوا للناس دي ايه؟ ان هم برضو يشقوا طريقهم في الفريلانسنج وعالم الفريلانسنج. انا ممكن اقول يعني انا عندي اكتر حاجه بشوفها وهتلاقيها هي مشتركه ما بين اي حد فريلانسر موجود، اللي هي بيقول لك ايه، اكشن تيكرز ار ماني ميكرز. وانك انت تكون بتستغل الامكانيات اللي معاك معظم الوقت. يعني فكره انك تستنى لما يبقى معاك كذا عشان تعمل كذا، دي فكره مستحيله، لان هو عمر ما هتبقى معاك كل حاجه مره واحده. انا بشوف ان انا عمري ما بعرف اطور من نفسي غير وانا في البروسيس. فكره ان انا استنى كل حاجه تبقى فيت بالظبط وابدا، لا، في مشاكل اصلا مش عارف اتعامل معاها. فهي وانس ان امكانيات صغيره بتبقى المشاكل صغيره، امكانيات تكتر فتكتر الموضوع، فالمسؤوليات تكبر، فتقعد تمشيها ستيب باي ستيب. بس ابدا وخلاص، ابدا باللي معاك. يعني معاك ده ابدا بيه، معاك ده ابدا بيه خلاص، وما تبيعش نفسك. يعني متفق مع حميده في حته ان انت خد خطوه وربنا هيشيلك الدنيا،
بتمشي، حتى لو عديت ب4 شهور ب6 شهور الدنيا مش ماشيه، بس في الاخر الدنيا بتمشي. بس برضو على الناحيه التانية بتاعي لازم ده يبقى بالانس، لان انا حاسس ان ثقافه اللي هو بتاع امشي ورا حلمك ومش عارف ايه دخلت في حته توكسيك شويه. ان انا بشوف ناس هو مش فكره ماشي ورا حلم، هو ماشي ورا ايديا في مخه اللي هو افتراضيه. انا بقالي 10 سنين بحاول بس مش هيأس. ما يمكن يا ابني ربنا مقدر لك ان انت تفضل مهندس، او ان انت، ما هو في الاخر مش كلنا هنبقى فريلانسرز، او مش كلنا هنبقى مغنيين، او مش كلنا هنبقى ارتست. فبالتالي لازم الواحد برضو يحترم الحياه، او ربنا بيديني ايه، او ايه السكه اللي مفتوحه لي. فانا مش شرط ابقى في السكه اللي انا متخيلها وافضل 15 سنه وبنحت في الصخر عشان متخيل ان انا زي واحد مصمم يبقى لعيب كوره، ويا ابني انت ما بتعرفش تلعب كوره. طب خلاص، ما انت هتقعد 20 سنه بتحاول مش هتنفع برضه. يعني فاهم برضه مش هتعرف. هي الفكره بجد. انا زمان ما كنتش فاهم يعني ايه وظف. يعني كان في جمله كده بتتقال ان انت شغفك اللي عندك ده في ناس هتبقى ما عندهاش وقت تعمله فهيشتروه منك بفلوس. انت لو مش شاطر اصلا في شغفك ده محدش هيشتريه منك بفلوس، لان هو مش حلو اساسا. يعني فاهمني. فهي انت بقى هي بدايتها تكتشف انت اصلا بتحب ايه وعايز تعمل ايه وازاي توظفه. هي فكره انك توظف شغفك دي اصعب حاجه على فكره. ايوه. انك انت مثلا انا شخص بحب الاكل وبحب اطبخ، اوظفه ازاي؟ هي بقى توظفه ازاي دي تيجي بعد بحب. انما مثلا انا لقيت ايه، اصل الراجل ده بيعمل فيديوهات اكل وما شاء الله الدنيا حلوه معاه بس انا ما بحبش الاكل خالص، بس هحاول وهقعد بقى عافر ال10 سنين دول. ما يا ابني والله هتفشل. ما هي مش هتعرف تعملها، لان هو عنده مخ واسع قوي، ملم قوي بالموضوع، بيذاكره كل يوم، عنده استعداد يقعد يتفرج عليه بال15 ساعه ويحس ان هم ساعه. انت ما تقدرش تقعد فيها ساعه. وحتى دي انا بفصلها كده انا ومصطفى مثلا، اقول له كانك مثلا بني ادم وعايز تطير، فكل يوم تقعد تحاول تعمل كده تعمل كده تعمل كده. يا ابني ما والله ما هتطير، مش هتطير. لا وهتوصل لليميت هتقف، انت مش عارف تعديه، فتفقد الاحساس بالمتعه في الشغلانه، فتفقد نفسك، فتحس ان انت مش عايز لا فلوسها ولا عايزها. بس في جميع الاحوال بالتالي يعني لازم تجرب، يعني لازم تعدي من الفير بتاع اللي هو ايه ده انا خايف اسيب شغلي او خايف. طيب ماشي هجرب واقعد 6-7 شهور، في نفس الوقت ابقى فليكسبل. ماشي لو فشلت ممكن ارجع اشتغل تاني، او لو فتحت معايا في سكه. فحاسس برضو هي الفلكسبيليتي مع التجربه، او انا دايما بسميها النط في البسين. عارف لما تبقى واقف كده والميه ساقعه وخايف تنط؟ فانا بالنسبه لي الحمد لله كل القرارات الصح اللي في حياتي كانت انت خايف تنط، وبعد كده بتاخد القرار وبتلاقي نفسك بتتشال يعني. صح.